حلوكيل امام هيلعبها عصام شعبان، قويه تخبط في الحيطه وتوصل داخل منطقه الجزاء لفتحي الوكيل، بيلعبها ناحيه الشمال بيقطعها ابراهيم حسن، بيلعبها على طول لمجدي طلبه لاحمد عبد المنعم، بيمشي احمد عبد المنعم لمجدي طلبه، بينقلها على طول يوقفها اميدو كريم، اميدو كريم وبيعدي خط النص بيلعبها على طول لما تقطع توصل الى محمود ابو الدهب. محمود على شماله لمحمد يوسف، محمد يوسف حرك لعبها اماميه طويله لما بتقطع على طول يقطعها هاني يونس، اسامه عرابي لحسام تنط ويتابعها حسام ويطلع رضا الاشرم يظبطها. بدايه سريعه وساخنه من كلا الفريقين، ودايما احنا بنجد في فتره جس النبض محمد يوسف يرجعها، وفي اميدو كريم بترجع في نص الملعب لمحمد فتاح تتنقل على طول، وهذه خشبه تطلع بره الملعب برمي التماس للنادي الاهلي. لعبها ابراهيم حسن لاحمد عبد المنعم، بيمشي احمد عبد المنعم عند خط المرمى وتخبط في القايم وترجع مره ثانيه بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، لعبها مجدي طلب، لعبها قريبه تقع من رضا الاشرف تطلع تاني لاميدو كريم بيطلعها طويله بتوصل لنادي خشب، لعبها طلبه طويله توصل لرضا الاشرف. يمكن نقول اول فرصه خالد جلال، محمد سيد لعبه طويله توصل لمحمد السيد، محمد فتح لعب محمد سيد، محمد سيد ماشي وبيرقص لما ياخدها من قدامه محمود ابو الدهب ويطلعها بره الملعب. الكرة دي بنشوفها تاني، ضربة ركنية، الكرة الضربة الركنية اللي فاتت بتاعت مجدي طلبة بتتعاد مرتين، هتلعب ضربة ركنية احنا في انتظار لعبها هنشوفها دلوقتي. عالية في ضربة حرة غير مباشرة، الصوت يا جماعة. محمود ابو الدهب انا شايف الحكم الدولي عبد الستار بيشاور على انسان يمكن موجود هناك عمل مشكله، فبيقولوا يطلع. لعبها كابتن شوبير الى محمود ابو الدهب، محمود ابو الدهب بينقلها على الشمال محمد يوسف، محمد يوسف لمحمود ابو الدهب مره ثانيه، اتنقل ناحيه اليمين لمشير حنف، مشير حسام حسن بيستقبلها لا لا، هذه خشبه، هذه خشبه لحسام بيستقبلها مره ثانيه على صدره، واسامه عرابي توصل لابراهيم حسن لهادي، ترجع ثاني لهادي، عاليه ترد وتوصل الى رضا الاشرف. 5 دقائق على بدايه الشوط الاول من لقاء نادي الجمهوريه بشبين الكوم والنادي الاهلي، وما زالت نتيجه تعادل بدون اهداف. اميدو كريم استقبل الكره لسقطه ويرجع تاني، رجعها ورا لايمن لفتحي الوكيل، هادي خشبه متوقع الكوره ويقطعها من قدام محمد السيد وتوصل الى مجدي لاحمد عبد المنعم، بيستقبلها كويس وبيتحرك انما تطول منه، ومعاه خالد جلال، خالد جلال بياخدها من قدامه برجله الشمال بيلعبها اماميه طويله تنط وتوصل لهادي خشبه، هادي خشبه تنقلها على طول الى
مشير حنفي لمجدي طلبه تطول، ياخدها محمد السيد ترجع له بره الملعب. رمي التماس للجمهوريه، نادي الجمهوريه بشبين. اماميه طويله تطلع بره الملعب من محمد فؤاد. هنا مش عارف اعلق الصوت يا جماعه، الصوت. محمد يوسف لعبه اماميه طويله في دفعه وصفاره، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ابراهيم حسن قايم اهو زي ما على الشاشه بيتالم، وهاني يونس بياخد تحذير من الحكم الدولي عبد الستار علي. بانتهاء هذا اللقاء تنتهي مباريات الاسبوع 23، ونتمنى لفريقنا الوطني المسافر الى غانا ان شاء الله غدا صباحا كل التوفيق في رحلته، ويعود لنا ان شاء الله وهو موفق. وننتظر مباراه الاسبوع 24 و 2 يونيو. مجدي طلبه سقطها عاليه، خالد جلال رجعها على طول، محمد فتاح تتقطع، مجدي طلبه رجعها ورا لأسامة، ياسر ريان على طول لأسامة، أسامة لمشير حنفي، مشير حنفي بيروح لإبراهيم، بيقع في الأرض إبراهيم وتطول منه وتطلع بره الملعب. رمي التماس محمد سيد اماميه طويله، مشير حنفي ومحمد فؤاد. محمود ابو دهب ياخدها تطول وتخبط مشير حنفي وتوصل لهادي خشبه وتطلع بره الملعب. رمي تماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن لحسام على صدره وتطول توصل لابراهيم وتنط بيلعبها بناوي، لانما في ايد حسام ولمسه يد، ضربه حره مباشره لنادي الجمهوريه بشبين. خالد جلال عاليه طويله توصل بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. الفريقين بيلعبوا بنفس الطريقه، ورمي التماس بيلعبها طويله ابراهيم حسن لمجدي طلبه بيلعب صدره بيمتصها على الارض وكعباله، ضربه حره مباشره تعب العرض على طول توصل لمحمد يوسف. خالد جلال بيقطعها، خالد جلال لهاني يونس طويله ناحيه شمال، مشير حنفي بيلعبها لابراهيم، ابراهيم لهادي خشب، هادي بيمشي وبينقلها لحسام اللي ناقل نفسه ناحيه الشمال وبيحاول، انما بيمسك وضربه حره مباشره لشبين. ضربه حره مباشره نادي الجمهوريه بشبين. اماميه عاليه، محمد يوسف، محمود ابو الدهب تفوت وتوصل الى مشير حنفي. مشير حنفي الاحمد عبد المنعم بيفوتها ويجري ويلحقها قبل خط التماس ويلعبها لاسامه عرابي لابراهيم حسن بيسقط عاليه، طلعها على طول ايمن عماره لحسام لاسامه لابراهيم ويلعبها بالعرض ياخدها خالد جلال، طلعها بره ملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. اتزنق مبدا السلامه اولا. 10 دقائق على بدايه الشوط الاول وما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف. لاسامه عرابي ياخدها اميدو كريم يلعبها لمحمد فتاح لمحمد السيد وسط الملعب يستقبلها
محمد فؤاد تبعد عنه وتوصل لاسامه عرابي، تنط بيلعبها فتحي الوكيل لاميدو، اميدو كريم بيتقدم بياخدها 1-2. محمد فتح بيلعبها انما ضعيفه، توصل لاحمد شوبير. احمد شوبير على الارض لمجدي طلبه، ياسر ريان، ياسر ريان لمجدي، مجدي بيحاول يفوت لابراهيم حسن ياخدها منه ناحيه اليمين، وفي دفعه وضربه حره مباشره للنادي الاهلي خارج خط منطقه الجزاء بحوالي يارده او ياردتين من ناحيه اليمين. برضو مجدي طلبه مجدي طلبه مجدي طلبه لعبه جامده فيها اللفه انما فوق العارضه بيارده، تطلع فوق العارضه كله متوقع انه يلعبها عاليه، انما هو هنشوفها مره ثانيه اهو بيلعبها فيها اللفه فوق العارضه بيارده بره الملعب، ضربه مرمى لنادي الجمهوريه بشبين. رضا العشر عاليه في دفعه من هادي خشبه وضربه حره مباشره الجمهوريه بشبين. خالد جلال بيلعبها لهاني يونس، هنا ناحيه يمين لايمن الطحاوي على الارض، وياخدها تاني من محمد عماره، وسام عرابي بيلعبها تطلع بره الملعب، رمي التماس. نقل لورا لخالد جلال بيلعبها على طول توصل تاني له، بينقلها لامين ياخدها انما تعب طويله توصل لهاني يونس بيعليها عاليه في رايه وصفار، شايفين اظن واضحه تماما الاثنين راس حربه متاخرين. احمد شوبير بيلعبها على طول لمشير حنفي، مشير حنفي بيلعبها لهادي خشبه، بيلعبها بدماغه على طول لمشير تاني، مشير بيمشي في توصل لاميدو كريم، اميدو كريم لفتحي الوكيل بيلعبها على طول على الارض لعصام شعبان، وعصام شعبان بيلعبها اماميه طويله اميدو كريم تفوت. اميدو كريم لو استقبلها كويس كان يبقى فيه كلام تاني. ياسر ريان لأسامة عرابي لمحمود ابو الدهب لمشير حنفي، مشير حنفي ابراهيم بيحاول يجري، حسام هو اللي بيتابعها، ياخدها هاني يونس بيمشي تقطع منه وتوصل لمجدي طلبه، مجدي طلبه لابراهيم حسن، ابراهيم بيلف ويرجع لعبه عاليه بيطلع رضا الاشرف يظبطها ويقع على الارض. رضا الاشرف بيشاور، و15 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء زي ما احنا شايفين على الشاشة تقريبا 15 دقيقة. لعبها محمد فتح ترجع ورا لحسام، حسام بيلينها إلى مجدي طلبة برجله الشمال بيشوط جامدة تخبط في ظهر عادل جلال وتمشي تطلع بره الملعب، ضربة ركنية. أنا شايف حسام واقف في الأرض من الكرة اللي فاتت، هيقوم سليم إن شاء الله، قام سليم والحمد لله. قالوا محمود دهب اطمئن عليه الحمد لله انه سليم وقام، وادي محمود دهب بيتقدم. عارفين الكور اللي بتيجي من الاجناب عاوزه كل اللاعبين الطوال يتقدموا ويبقى عندهم فرصه. هتتلعب من ناحيه الشمال
بتخبط في اللاعب اللي واقف قدامه وتوصل لياسر ريان، تلعبها ورا لأسامة عرابي، لحسام حسن، ترجع في نص الملعب وتوصل طويلة. محمود أبو الدهب بيجري ويفوت منه ولوحده بيلعبها تخبط فيه. يا سلام يا أحمد يا شوبير، هايل. محمد فؤاد ما زال واقع ورا، واحمد شوبير يقطعها ويلعبها على طول وتوصل الى هادي خشب. هنشوفها مره ثانيه نشوف فارق السرعه اهو، وبيعدي اهو، وقام وبيلعبها لاحمد شوبير، واحمد شوبير بيقوم. اتلعب الى اسامه، بياخدها تاني اسامه على رجله. مين بيفكر؟ عاليه ده ياسر ريان. ياسر ريان بيلعبها بتطلع بره الملعب. الحكم بيطلب الكره والكره نزلت على طول، حرصا على الوقت وعدم ضياعه. انا شايف الكره رجعت تاني من بره الملعب. هيلعبها رضا الاشرم. دايما لما يكون راس حربة سريع ومدافع طويل يبقى دايما راس الحربة اميز، لانه وشه مواجه للجول غير ظهر المدافع، يبقى اسرع منه. عشان كده شفنا الكوره اللي فاتت فيها سرعه، بيفوت فيها فتحي الوكيل، بيلعبها ناحيه شمال. ابراهيم حسن بيشترك مع محمد السيد، وفي صفاره وضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره. يعني تقريبا زي الضربه الركنيه. هنشوف اهو بيفوت، هيرجع تاني ناحيه شمال، او اتمسك او اتزق. طبعا ضربه حره مباشره نتيجه الدفع، وهنشوف. يا جماعه الصوت، يا جماعه الصوت يا جماعه مش كده. ضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره. في لسه ظاهر لاعب واقع في الارض. رجال اسعاف بيطلعوه بره. طبعا المفروض احنا نعالج خارج الملعب مش داخل الملعب. وهيستأنف حكم الدولة عبد الستار اللعب. في حيطة واقفة. عالية فوق العرض، تطلع بره الملعب وينزل اللاعب اللي كان خارج الملعب، اظن محمد السيد. هو محمد السيد فعلا. وبيفوت ياسر ريان لحسام، بيستقبلها على فخده، بيرجعها وراه. في ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي خارج منطقه الجزاء بحوالي 4 ياردات، لانها داخل القوس. هنشوف. في 4 لعيبه واقفين. هنشوف الكوره. في طبعا مجدي طلبه، في محمود ابو الدهب، وفي حسام حسن. متفق على لعبه معينه. هنشوف هل مجدي اللي هيلعبها ولا محمود ابو الدهب هندفع او حسام. هنشوف. اسامه عرابي اهو بيبعد عن الكوره، وادي مجدي وادي حسام. وهنشوف محمود ابو الدهب بيسيبها لمجدي الطلبه، بيلعبها تخبط في الحيطه وعاليه وتتنقل وتنط على الارض، ويمسكها رضا الاشرم. رضا الاشرم بيمسكها. هنشوفها مره ثانيه. او بيفوتها
بيلعبها مجدي طلبه تخبط في رجل اول حيطه من ناحيه اليمين وعاليه. بيستقبلها محمد فؤاد، توصل لمحمد سيد، تاخدها حسام، خدها ابراهيم حسن، عاليه لحسام، يقطعها هاني يونس، ترجع لمشير حنفي، بيلعبها بالعرض توصل الى ياسر ريان، بيستقبلها وبيمشي، بيخش بين اثنين وبيتكعبل، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. في نص ملعب الجمهوريه شبين، و20 دقيقه على بدايه الشوط الاول من لقاء الجمهوريه بشبين والنادي الاهلي، وما زالت نتيجه التعادل بدون اهداف. ضربه حره مباشره البعيده دي دايما بتبقى بتاعت محمود ابو الدهب، هنشوف هل محمود ابو الدهب اللي هيشوطها ولا حد تاني. حكم الدولي عبد الستار بيقولوا الكره تتحط في الارض عشان يقدر يظبط الحيطه ويظبط المسافات، ومحدش يستفيد اكتر من حق. ضربه حره مباشره دي ممكن اللي هيلعبها يبقى محمود ابو الدهب لانها من بعيد. تلعب مرتين وتتنقل لمشير بيشوطها، تقلش مع رجله وتمشي تطلع بره الملعب. تغيير في الفكر لان كلنا متوقعين محمود ابو الدهب هيلعبها، اتلعبت نقلتين ثلاثه وتوصل لمشير، انما في وضع ما يسمحش ان هو يتحكم فيها ويلعبها توصل بره الملعب. ضربه مرمى نادي الجمهوريه بشبين الكوم. رضا العشر اماميه عاليه، بيلعبها محمد يوسف، توصل لاميدو كريم، اميدو كريم بيلعبها لمحمد ايمن عماره، تطلع بره الملعب. رمي التماس يلعبها مشير لمحمود ابو الدهب، اماميه طويله لحسام، بيلعبها على طول هاني يونس، تفوت وتوصل لاسامه عرابي، اسامه بيلعبها اطول من اللازم، تطلع بره الملعب. رمي التماس للجمهوريه بشبين، رمي التماس للجمهوريه بشبين. 23 دقيقه وثواني وما زالت نتيجه زي ما احنا شايفين تعادل بدون اهداف بين نادي الجمهوريه بشبين الكوم والنادي الاهلي. محمد السيد جاي، محمد فؤاد فعلا بيطلبها وتنط، خدها مشير حنفي يلعبها في نص الملعب. حسام تنط مجدي الطلبه، ورضا الاشرم بيشترك معانا ما ياخدها. رضا الاشرم طبعا طويل وبينط بايديه، لازم يبقى اعلى من اي مهاجم. بينتظر لحظات على اساس ان يدي فرصه لمهاجمين انهم يوصلوا الى مكانهم. مجدي الطلبه بيلعبها على طول، ترجع تاني لرضا الاشرم، ياخدها رضا الاشرم. اماميه عاليه بيوقفها محمد فتاح، تبعد وتوصل صفاره، رايه من المساعد وصفاره حاجه الدولي عبد الستار على اساس ان في لعبه خشب. هنشوفها اهي، شفناها اهي، اعادات في توقيتها تماما بحيث انها توضح ما تم. وادي هذه خشبه عاليه، ورضا الاشرم تقع من ايده وتوصل لايمن الطحاوي، وسامع عرابي يستقبلها. محمد يوسف بيمشي، بيلعبها تخبط تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. بيسيبها محمد يوسف، يروح لها مجدي طلبه، تخصص ضربات ركنيه. 25 دقيقه على بدايه الشوط الاول من لقاء نادي الجمهوريه بشبين الكوم والنادي الاهلي، وما زالت نتيجه تعادل بدون اهداف. وضربه ركنيه عاليه، ورضا بيلعبها في البوكس، بتلعب جامده وبتطلعها على طول. خالد جلاله في صفاره وضربه حره مباشره لنادي الجمهوريه بشبين. هنشوفها مره ثانيه اهي، لعبها مجدي
بيلعبها بالبوكس، وهادي بيلعبها عاليه، رجله في صدره، ضربه حره مباشره. لعبها محمد سيد اماميه طويله، استقبلها ياسر ريان، لعبها طويله توصل لخالد جلال الليبرو، عاليه. محمد يوسف تقلش على راسه وتوصل الى محمود ابو الدهب، ينقلها على طول لاسامه عرابي، تتقطع، بياخدها اميدو كريم، محمد فتاح، توصل لمحمد فتاح، بينقلها على طول لمحمد سيد. محمد السيد لعبها برجله الشمال في وسط الجول، بيظبطها شوبيرو على الارض على طول لياسر ريان، يلعبها في الاتجاه المضاد ويمشي بيها ياسر ريان ويقف، وعلى الارض لاسامه عرابي. محمد يوسف لاسامه عرابي طويله، يقطعها خالد جلال لأيمن عمارة، ياخدها خالد جلال على صدره، طويلة توصل إلى محمد يوسف. محمد يوسف يرجعها ورا لمحمود أبو الدهب، محمود أبو الدهب على طول بيديرها لمشير حنفي، تخبط في محمد فؤاد وتوصل لعصام شعبان، ياخدها محمد فؤاد وبيحاول يفوت لما يقع، وتوصل الى مشير حنفي لمحمد يوسف. يتحرك محمد يوسف بسرعه من ناحيه شمال، رجعها ورا لاسامه، يفوتها توصل لرضا الاشرف، خدها حسام حسن من تحت رجله توصل الى رضا الاشرف. هنشوفها مره ثانيه اهي، فوتها حسام توصل لرضا الاشرف، اماميه طويله. محمد يوسف تقلش عن دماغه، من بدل ما تروح اليمين تروح للشمال لياسر ريان، بيتحرك ومعاه ايمن عماره، يرجع لورا بكوره بتلعب جماهير وتتنقل، توصل الى مشير حنفي من هادي خشبه لحسام حسن لابراهيم حسن لمشير حنفي، بيلعبها بالعرض، يطلعها على طول ايمن الطحاوي بره ملعب رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن لمشير، بيوقفها مشير عاليه، حسام بيلعبها بدماغه في الارض لما تفقد قوتها وتوصل ضعيفه الى رضا الاشرف. هنشوفها مره ثانيه اهي، مشير لعبة عالية، بيلعبها هادي خشبة، تنط، بيلعبها خالد جلال، هادي خشبة لمجدي الطلبة، وضربة حرة غير مباشرة نتيجة اعتراض خالد جلال، وتتنقل على طول من هادي خشبة ناحية شمال. محمد يوسف على رجله الشمال بيصلحها ويلعبها إلى ياسر ريان بيموه، إنما ياخدها منه أيمن عمارة، بيمشي ايمن عماره والامير كريم ناحيه اليمين، انما اطول من لازم تطلع بره الملعب. رمي تماس للنادي الاهلي. محمود ابو الدهب الى لمشير حنفي اماميه طويله لاسامه عرابي اللي جاي في الحته اللي فاضيه، وبيمشي لاحمد عبد المنعم، واسامه عرابي ياخدها ناحيه اليمين وجاب مطلعها بره الملعب. اميدو كريم ضربه ركنيه، نص ساعه على بدايه الشوط الاول، من نص ساعه وكذا ثانيه من لقاء نادي الجمهوريه بشبين الكوم والنادي الاهلي، وما زالت النتيجه تعادل زي ما احنا شايفين على الشاشه. ضربه ركنيه هيلعبها برضه مجدي طلبه، بيلعبها دايما على القايم الاول اهي، ترجع لورا
طلعها على طول خالد جلال. أسامة عرابي بينقلها لياسر ريان. ياسر ريان عالية طويلة ناحية محمد يوسف، إنما ضعيفة تطلع بره الملعب. ضربة مرمى لنادي الجمهورية بشبين الكوم. ضربة مرمى يلعبها رضا الأشرم. بيمشي بهدوء على أساس بيدي فرصة لمهاجمين وخط النص يتقدموا، وفعلا عدوا كلهم خط النص. لعبها طويلة بيلعبها إلى هادي، بيسيبها خالد جلال بثقة إلى رضا الأشرم. أيمن عمارة أمامية وسط محمود أبو الدهب أطول، ويلعبها على طول هادي خشبة لإبراهيم لمجدي الطلبة لهادي. تلعب لأحمد عبد المنعم تخبط في وشه وناحية اليمين بيظبطها. أبقى عالية يظبطها على طول رضا الأشرم. رضا الأشرم أمامية طويلة بيستقبلها محمد عبد الفتاح وعالية. محمد يوسف بيرجعها بيستقبلها مكتوب على صدره وبيرقص في عكس الاتجاه، إنما في دفع من محمد عبد الفتاح على طول. ضربة حرة مباشرة بيحاول يلعبها على طول أسامة، ينقلها لمحمد يوسف. محمد يوسف يشوط من بعيد، إنما بره بعيد خالص بره الملعب. ضربة مرمى للنادي الجمهورية بشبين. بيجري حسام حسن عشان ما يضيعش الوقت اهو. هنشوفها من بعيد، طلع بعيد خالص بره الملعب. رضا الأشرم على خط النص توصل، بيستقبلها على صدره محمد فؤاد. في ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. في حاجات كده بتتعمل المفروض ان اللعيب كبير ما يعملهاش، لانه بيبقى بيولد ضغط على فرقته. الكورة دي هنشوف برضو مجدي طلبة تخصص الضربات الثابتة في النادي الأهلي، واقف قدام محمد فؤاد. مجدي طلبة استقبل على صدره محمد فتاح، انتقل على طول لمحمد سيد. محمد السيد بيفوت، محمد السيد بيفوت، وعصام شعب بيفوت مرة تانية معاه مشير حارف بياخدها، انما في كعبالة وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي نتيجة كعبالة محمد السيد لمشير حارف. ادانا على طول لهادي خشبة. هادي خشبة محمد يوسف، محمد يوسف بتفوت الكورة إلى رضا الأشرم، بيسيبها خدها ضربة مرمى. رضا الأشرم تحركات ما بين محمد عبد الفتاح محمد سيد وعصام شعبان في الجبهة الشمال، وبيجي لهم محمد فؤاد شبين. يقابل هناك ان مجدي طلبة بيتحرك زي ما عاوز يمين وشمال، وهو محور لعب فريق النادي الاهلي النهارده. اماميه طويله في دفعه وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. دفعه في دار حسام. 35 دقيقه وكذا ثانيه ما زالت نتيجه التعادل بدون اهداف في مباراه الجمهوريه بشبين الكوم والنادي الاهلي. محمد يوسف على نص الملعب بالظبط لمحمود ابو الدهب لمشير. مشير بيلعبها عاليه تخبط وتنط وتفوت، بيلعبها حسام، بيلعبها على طول خالد جلال اماميه طويله الى محمد يوسف. محمد يوسف لياسر ريان،
ياسر ريان. ياسر ريان بينطلق من ناحيه الشمال وبيشترك معاهم كعباله، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هنشوف اهو كعباله هنا اهو اهي. محمد يوسف عارفين انه اشول، تخبط في ظهر ايمن عماره، لعب طويله، محمود ابو الدهب بيصلحها وبيفوت، بيلعبها نادي خشبه. امين كريم بيشترك معانا بيلعبها ويقع في الارض ويقوم وياخدها رضا الاشرف. لعبه جامده طويله اماميه، بيرجعها ورا مشير، بياخدها على طول محمد سيد، تتلعب لمحمد كنا بيقطعها مشير حنفي. برافو يا مشير. لمجدي، مجدي لابراهيم، ابراهيم لاسامه لمحمد يوسف، يرجعها ورا الى احمد شوبير. احمد شوبير لمحمود ابو الدهب، لاحمد بن نعم تفوت منه، بيلعبها على طول طويله هاني يونس، تطول وتطلع بره الملعب برمي التماس. هيلعبها محمد يوسف، تطلع بره الملعب اوت للجمهوريه شبين، تخبط في صدر مجدي طلبه وتطلع بره الملعب. هيلعبها ايمن عماره، بيلعبها غلط، اول رمي التماس تعاد، تلعب على طول لمجدي طلبه، تتاخد من قدامه واماميه طويله لمحمد فؤاد، بياخدها بصدره ويلعبها، بياخدها مشير حنفي لحسام، يرجعها لمشير، ومحمد مشير بيروح ناحيه اليمين وبيلعبها، بيقطعها محمد سيد، تفوت لاسامه لهادي لحسام لاسامه، تطول بياخدها محمد فتاح لمحمد فؤاد. محمد فؤاد بيجري وبيفوت من الاثنين ويقع ويطلعها محمود ابو الدهب بره الملعب. طبعا الحكم الدولي ستار ادى اتاحه الفرصه لان اميدو كريم رايح اهو. هنشوف دلوقتي الكره مره ثانيه ماشي بيها محمد فؤاد، هنشوف دلوقتي اهو لما وقع، انما الكره فاتت. هنشوف دلوقتي اميدو كريم وهو راح اهو، وهو رايح لها، انا مطلعها بره الملعب. تعديل جديد في القانون ان شاء الله من السنه الجايه، بعد اتاحه الفرصه اذا اللاعب اللي خد اتاحه فرصه ما استفادش بيها ممكن يرجعها الحكم تاني، بتلعب بالعرض اماميه طويله لحسام. حسام بيسابلها على ركبته، تخبط وتوصل، وماسك فتحي الوكيل، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ضربه حره مباشره لنادي الجمهوريه بشبين. هنشوف دلوقتي اهو اهو بيقع، حسام ماسكه، هنشوف الضربه الحره المباشره من نص الملعب النادي الاهلي بعيد خالص، لما هنشوف بتتشاط جامده، تخبط في الحيطه وتيجي لمحمد السيد. محمد السيد معاه ابراهيم، بياخدها محمد السيد وبيفوت من اثنين، ويديله الحكم برضه فرصه، بياخدها بكعبه، انما تطول طويله في وسط الملعب لاحمد عبد المنعم. احمد عبد المنعم لهادي، هادي ماشي، انت تاخدها خالد جلال بعد ما مسكه، وتبقى على طول ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 40 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء نادي الجمهورية بشبين الكوم. هنشوف هي الكورة أهي، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. محمود أبو الدهب بيلعبها على طول محمد يوسف. محمد يوسف بينقلها كويس، بياخدها محمد يوسف برجله الشمال، بيلعبها عالية انما طويلة أطول من اللازم، تمشي بعرض الملعب، تطلع بره الملعب رمي التماس. هنشوف محمد يوسف ماشي بيلعبها جامده عاليه خالص، بعيد عن اي لاعب سواء من النادي الاهلي او من نادي الجمهوريه بشبين.
رمي التماس طويله محمد فؤاد توصل لهادي، هادي لحسام لابراهيم، تتقطع يقطع على طول مشير حنفي، خدها هادي. هادي بيلعبها لمجدي طلبه، مجدي طلبه برجله اليمين عاليه، لما بيطلعها على طول خالد جلال، توصل لياسر ريان، تتنقل لهادي خشبه، طلعها على طول خالد جلال طويله، محمد يوسف بيستقبلها وضغط من النادي الاهلي في الدقيقتين اللي فاتوا دول، وتوصل لياسر ريان اماميه طويله لحسام حسن بيرجعها بالعرض، خالد جلال انما كوره يا دوبك حسام بيحاول يلحقها تلمس في رجله، انما برافو رضا الاشرف. هنشوفها ايه مره ثانيه، بتتنقل اماميه عاليه اهي، وتعبت من ابراهيم لحسام اهو بيلعبها، انا ما تقلش ده يا دوبك يلمس، سكه رضا الاشرف واماميه عاليه طويله في نص الملعب. محمد فؤاد تنط لعبها ابراهيم حسن لهادي خشبه لحسام، خالد جلال توصل لحسام، طلع على طول محمد سيد اماميه عاليه، محمد يوسف يلعبها ايمن الطحاوي تفوت، مجدي طلبه بيلعبها العرض لما يطلع على طول محمد سيد، وبيجري يستقبلها لما بعيد عنه مشير حنفي ياخدها، مشير حنفي بيلاقي ناحيه اليمين لاحمد عبد المنعم، احمد عبد المنعم بيرجعها لورا ياخدها على طول محمد عبد الفتاح، وتفوت توصل طويله انما بيرجعها اسامه عرابي لابراهيم حسن لمحمود ابو الدهب، مشير حنفي تنط وحسام حسن بيحاول لمشير حنفي وسيفه صفاره وكعبله وضربه حره مباشره، وفي انذار لمحمد عبد الفتاح، انذار لمحمد عبد الفتاح. هنشوفها اهي بره خط منطقه الجزاء بيردتين، ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء. هنشوف ايه اللي هيحصل. برضه انا شايف مجدي طلبة، محمد يوسف ومحمود ابو الدهب بيبصوا لمستر هولمان والجهاز الفني نعمل ايه فيه، طبعا حاجات متفق عليها، مين اللي يشوط من يمين المنطقة او من الوسط او من الشمال، وهنشوف دلوقتي. محمد يوسف واقف قدامه حسام، محمد يوسف اهو والحيط، محمد يوسف بيشاور، انما هنشوف هيعملها بيلعبها ضعيفه توصل في الحيطه وترجع له مره ثانيه، وعاليه طويله مش لاي حد، تحرس لغايه لما تخرج بره الملعب. ضربه مرمى حسب ساعتي انا 44 دقيقه ونص، نقول فاضل نص دقيقه على انتهاء الوقت الاصلي على الشاشه اهي، وما زالت نتيجه التعادل بين نادي الجمهوريه جيونكوم والنادي الاهلي بدون اهداف، وباقي حوالي 22 ثانيه على انتهاء الشوط الاول من وقته الاصلي، غير الوقت بدل الضاع اللي احتسب الحكم الدولي عبد الستار علي، وتوصل في نص الملعب. اميد وكريم بيلعبها انما تطول وتروح محمد سيد لعبه جامده، تروح لمحمد فؤاد وعصام، محمد عبد الفتاح، لعصام لمحمد فؤاد، تخبط وتطلع بره الملعب، انما بيرجعها هادي بعد ما خرجت تبقى على طول رمي التماس لشبينكو. في وضع مش طبيعي، هنشوف دلوقتي الحكم بيطرد مدرب او الفريق، المدير الفني الفريق الاهلي نزل الظاهر اعتدى على لاعب اهو، هنشوف دلوقتي في صفاره وبيقول له بره الملعب.
جهد كبير جدا بذل من الفريقين في هذا اللقاء. نادي الجمهوريه بشبين بيلعب على ارضه وبين جمهوره، وبيحاول ان هو يثبت اقدامه في منطقه الدفء في النص. النادي الاهلي بيحاول انه يدافع عن اسمه الكبير، يدافع عن بطولاته المتعدده، ويدافع في كفاحه نحو الوصول الى القمه لملاحقه نادي الزمالك. وبكده المباراه ماشيه الحمد لله بكفاح كبير جدا من الفريقين زي ما شفنا حتى هذا الوقت. وهنشوف حكم الدولي عبد علي قال ايه وهيعمل ايه. وطبعا دي احداث من الصعب. ايه ده صاحبي ولا متفرج؟ هو عمالين الملعب ده صاحبي ولا متفرج؟ وانت ما باجي تغير الموقف. طلعوا بره الراجل ده. ايه يا اخويا؟ صاحبي انت ولا متفرج؟ بس يا حاج بس مالك انت مع الملعب؟ برضه بنقول ان جمهور كبير جدا موجود. انت صاحبي ولا متفرج؟ انت مسؤول عنه. انت مش مسؤول عنه. طبعا في مثل هذه الاوقات ممكن نقول ان الكابتن خالد القديم لاعب الجمهوريه، جماهير كره القدم والرياضيين بيدعوا له بالشفاء العاجل، العوده للملاعب قريبا لانه اجرى عمليه جراحيه بالركبه اليمنى. ونقول للاعبنا شايفين دلوقتي مستر هولمان اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي خارج الملعب، لان الحكم الدولي عبد الستار علي قال يخرج بره الملعب. وبكده يتولى المسؤوليه بعد منه الكابتن احمد ماهر في اداره هذه المباراه. بتتلعب الكوره ده كابتن محمود، ده ملعب كوره يا كابتن محمود. احنا في اللحظات الاخيره من اللقاء. ده ملعب يلعبوا فيه لعيبه ده. ما زلنا في انتظار استئناف اللعب، ورمي التماس بتتلعب واماميه عاليه توصل الى محمد يوسف لأسامة عرابي، تفوت توصل لمجدي طلبه، مجدي طلبه الى مشير حنفي وحسام حسن بيستقبلها فعلا وبيتحرك، وبيستقبله محمد السيد وتطلع بره الملعب. ضربه مرمى للنادي الجمهوريه بشبين. هنشوف الكوره اهي، كتف في كتف وتطلع الكوره بره الملعب. وضربه مرمى حوالي 4 دقائق اهو زي ما احنا شايفين 49 دقيقه، وفي انتظار قرار الحكم. محمد فؤاد لمسه يد بيلعبها ابراهيم حسن على طول ورا لمحمد يوسف. محمد يوسف لمجدي طلبه لمحمود ابو الدهب لمشير حنفي لأسامة عرابي. أميد وكريم بيلعبها تطلع بره الملعب. مشير حنفي بيستقبلها، محمد سيف طلعها بره الملعب مرة تانية لما تخبط في إبراهيم حسن. ورمي التماس وبيصفر الحكم الدولي عبد